السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى إعدادي، الدكاترة والبشمهندسين الجداد اللي طالعين لنا كده من ابتدائي ولسه كتاكيت صغنطتين. طالعين لمرحلة جديدة هتغير في شخصيتنا وهتغير في طبعنا كتير وهنتعلم منها حاجات كتير. تعالى كده النهاردة إن شاء الله أنا جاي معاك أعرفك إيه هي مادة العلوم. أنت بدأت تاخد مادة العلوم ديت من سنة رابعة ابتدائي. خدت حاجات بسيطة لسه كنت منه الصغير. فتعالى النهارده هنبدأ نتعمق في أولى إعدادي في مادة العلوم. طب أنا كتير داخل عايز يعرف إيه هي مادة العلوم يا مستر هشرح هناخد فيها إيه؟ هندرس فيها إيه؟ أنا خايف. لا ما تخافش، تعالى كده بسم الله واحدة واحدة. أنا هبقى معاك خطوة بخطوة طول السنة إن شاء الله. كل الحصص كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها موجودة معاك هنا على قناة اليوتيوب. هتلاقي عندك شرح، هتلاقي عندك حل أسئلة، هتلاقي عندك حل كتب خارجية، وهتلاقي كمان أسئلة مستويات عليا. يعني مش عايزك تقلق خالص من أي حاجة. وبص أنا كاتب لك إيه؟ كاتب لك فوق أهو: تذكر أن النجاح ليس صعب ولكنه قرار. يعني أنت النجاح بالنسبة لك مش صعب، أنت قرار هتاخده وهتنفذه. تمام؟ مش عايز اطول عليك في المقدمه، عايزين نبدا كده بالسريع. هناخد النهارده كورس تاسيس هيعرفنا الماده هتتكلم عن ايه، هنعرفنا هنمشي ازاي في المنهج، وواحده واحده مع بعضينا. يلا كده صلي بينا على النبي ونبدا بسم الله. قول بس معايا كده الدعاء ده: ربي زدني علما وانفعني بما علمتني واجعلني اللهم من عبادك الصالحين. يلا بينا بسم الله نبدا. النهارده اول حاجه هناخدها اهو الدرس التمهيدي الاولاني. الدرس التمهيدي الاولاني بيكلمني عن مكونات الدنيا حوالينا. اي حاجه حواليك بتتسمى بالماده. الماده هي كلمه اخترعوها العلماء في العلوم عشان يعبروا عن الشيء اللي قدامهم. يعني القلم ده بالنسبه لي ماده، الساعه دي بالنسبه لي ماده. اي حاجه حواليك بسميها ماده. طب يا مستر هل جسم الانسان ده ماده؟ لا، انا اعرفك ان احنا عندنا حاجه اسمها ماده وعندنا حاجه اسمها خلايا. جسم الانسان دوت بيتكون من خلايا وليس ماده، وهنعرف كمان شويه ايه هو الماده. خلاص طيب بسم الله كده يلا بينا. اول حاجه الماده اهي. ايه هي الماده؟ قال لي والله الماده انا قلت لك هي اي حاجه حوالينا. اي حاجه ايه حوالينا؟ سواء قلم، كراسه، مكتب، ترابيزه، اي حاجه حوالينا بسميها ماده. بص كده التعريف بتاعها، قال لي هي كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. يعني اي حاجه حواليك اسمها ماده. خلاص كده طيب. يعني ايه بقى كتله ويعني ايه بقى حجم؟ خلاص قال لي تعالى بسم الله. اول حاجه تعريف الكتله. قال لي الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. تعالى اديك مثال. انا جبت القلم ده دلوقتي وحطيته على الميزان. كتير مننا لما حضرتك مثلا بتروح تقيس الوزن يقول لك انا وزني كذا. غلط، الكلمه دي غلط. يعني لما تيجي تروح تحط حاجه على الميزان تقول لك دي وزنها كذا، غلط. الكلمه دي معناها كتلته كذا. طب ايه الفرق ما بين الكتله والوزن؟ قال لي ان الوزن بيساوي الكتله. الوزن بيساوي الكتله في حاجه اسمها عجله الجاذبيه. عجله الجاذبيه. ايه هي عجله الجاذبيه؟ ده هو مقدار كده ثابت عندنا في العلوم بيساوي 9.8. بيساوي 9.8، واحيانا بنقربها بنقول ان هي بتساوي 10. يبقى لما اجي احط اي حاجه على الميزان بقول عليها دي كتلتها وليس وزنها. تمام طيب. يبقى الكتله مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. الماده هنا قلت لك هي الكتله، بقى المقدار اللي بتحتويه الماده دي ده اسمه الكتله. خلاص طيب. ايه بقى تعريف الحجم؟ قال لي ان الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. يعني دلوقتي انا حاطط القلم دوت على الترابيزه، خلاص كده، يبقى الفراغ اللي حواليه ده كله، الحته اللي هو اخدها من الفراغ اللي حواليه دي اسمها حجم القلم. خلاص. الكراسه اللي انت حاططها على الترابيزه قدامك، انت وانت حاططها في فراغ حواليها، الجزء بقى اللي هي محطوطه فيه دي اسمها حجم. خلاص. يبقى عندنا التعريفات دي مهمه. اول حاجه عندك تعريف الماده هي كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. طب عرفني يا مستر ايه هي الكتله وايه هو الحجم؟ قال لي ان الكتله مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. خلاص طيب. بالنسبه للحجم قال لي مقدار الحيز الذي يشغله الجسم
من الفراغ. عندنا هنا سؤال مهم جدا. ايه السؤال دوت؟ السؤال بيجي يقول لك وليكن القلم ده يعتبر ماده، ترد عليه تقول له لانه له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. الكراسه ديت بنقول عليها ماده، يبقى تقول له ليه؟ لان الكراسه تعتبر ماده لان ليها كتله وحجم وتشغل حيز من الفراغ. تعالى كده ايه اديك بونبونايه على ليك انت. تعالى كده واحده واحده. عندنا اسئله في العلوم مهمه. عندي سؤال اسمه علل. عندي سؤال اسمه علل. علل ديت اول ما تشوفها عندك في السؤال يقصد بيها يقول لك ليه. يقصد بيها ايه؟ كلمه ليه. يعني لما يجي يقول لك علل تعتبر القلم دوت او الكراسه ديت ماده، قصده هنا بيقول لك ان ليه القلم ده يعتبر ماده. نفس الكلام على الكراسه، ليه الكراسه ديت تعتبر ماده. يبقى معنى كلمه علل قصده بيقول لك ليه. خلاص. الكلمه الثانيه ماذا يحدث عند. ماذا يحدث عند. خلاص. ماذا يحدث عند معناها يعني ايه اللي هيحصل لو انا عملت كذا. خلاص. يبقى ماذا يحدث عند معناها ايه اللي هيحصل. خلاص. طيب قال لي بقى والله خلاص انا عرفت يعني ايه ماده، وعرفت ان هي ليها كتله وليها حجم معينين، وكل ماده ليها حجم وكتله معينين. خلاص. طيب عرفت يعني ايه كتله وعرفت يعني ايه حجم. طب يا مستر انا عندي دلوقتي هل الماده دي ليها انواع؟ طبعا ليها انواع اهو. قال لك حالات الماده ليها حالات. قال لي الماده عندي في العلوم بتنقسم الى 3 حالات. الحاله الاولى الحاله الصلبه. الحاله الصلبه. الثانيه الحاله السائله. الثالثه الحاله الغازيه. طب يا مستر ما تديني مثال كده عشان انا لسه صغنن ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. قال لي الماده الصلبه زي وليكن القلم. زي ايه؟ القلم. خلاص. زي الكرسي. دي ماده صلبه. خلاص. طيب تعالى كده الماده السائله تاني نوع. قال لي الماده السائله والله زي الميه اللي حضرتك بتشربها، زي العصير. خلاص. يبقى الحاله السائله اي حاجه سائله، الزيت، اي حاجه سائله عندك. خلاص. ثالث نوع وهي الحاله الغازيه. الحاله الغازيه دي زي الهواء. الهواء اللي حضرتك بتتنفسه دوت، الهواء اللي حوالينا ديت ده. تمام. يبقى الهواء دوت ماده ونوعها ماده غازيه. خلاص. يبقى كده انا اخدت اول حاجه عندي، عرفت يعني ان كل حاجه حوالينا بتتكون ماشي اسمها ماده وليها كتله وحجم، وعرفت تعريف الكتله وتعريف الحجم. وبعد كده عندي 3 حالات للماده: صلبه وسائله وغازيه. يلا بينا بقى يا دكاتره والبشمهندسين الصغيرين بتوعنا نكمل. طيب مستر انت عمال تقول لي ان الحاله او الماده موجوده في 3 حالات. طب انا ايه اللي بيخليني ان الماده تتشكل من هنا لهنا لهنا وتبقى فيها صلبه وفي سائله وفي غازيه؟ ايه اللي بيخليني كده؟ قال لي انا عندي حاجتين دول موجودين ما بين اي ماده عندي في الدنيا. ايه هما الحاجتين؟ قال لي الحاجتين دولت اسمهم قوه الترابط والمسافات البينيه. خلاص. قال لي طيب انا عندي اهو الماده بتتكون من حاجات صغيره بنسميها عندنا في العلوم ذرات وجزيئات. بنسميها عندنا ايه؟ ذرات وجزيئات. مش انا قلت لك من شويه ان جسم الانسان بيتكون من حاجات اصغر؟ ايه هي الحاجات الاصغر دي؟ سميناها خلايا. سميناها ايه؟ خلايا. يبقى اي ماده عندي بتتكون من حاجات اصغر اسمها ذرات وجزيئات، اما جسم الانسان بيتكون من حاجات اصغر اسمها خلايا. خلاص كده فرق ما بينهم. يبقى اي ماده عندي بتتشكل على حسب ان هي صلبه او سائله او غازيه على حسب حاجتين عندي في العلوم: قوه الترابط والمسافات البينيه. طيب تعالى نمسك واحده واحده منهم ونفهم يعني ايه قوه الترابط ويعني ايه المسافات البينيه. قال لي بقى انا عندي الذرات، عندي هنا الذرات والجزيئات الصغيره دي انا سميتهم كلهم مع بعض حاجه كده ايه عشان احنا لسه ما تعمقناش فيهم، سميتهم بحاجه اسمها دقائق صغيره. سميتهم ايه؟ دقائق صغيره. خلاص. قال لي اهو الماده بينها دقائق صغيره تؤثر على حالتها. يعني الماده ما بينها حاجات صغيره بتاثر على الحاله بتاعتها. ايه هما الاثنين؟ قلت لك قوه الترابط والمسافات البينيه. قوه الترابط والمسافات
البينيه. تعال نفهم كده واحده واحده. قال لي اهو هنمسك كل ماده وندرس الخصائص بتاعتها. خلاص. قال لي اول حاجه الماده الصلبه. تمام. بص الشكل بتاعها عامل ازاي. اول حاجه اهو الشكل، بص الشكل بتاعها عامل ازاي، كلها كور صغيره كده قريبه من بعضها زي ما انت شايف، كلها كور صغيره ماسكه في بعضها. ماسكه في ايه؟ ماسكه في بعضها. تمام. طيب تعالى انا اقول لك قوه الترابط والمسافات البينيه دي. هديك مثال كده ايه فرفوش زيك. عندنا اتنين مرتبطين خلاص، واحد اسمه حماده وبنت اهي زي القمر، بص شعرها عامل ازاي، اسمها سميناها نوسه. يبقى عندنا حماده ونوسه، خلي بالك عشان حماده ونوسه دول مكملين معانا لاخر السنه، امثلتنا كلها هتبقى عليهم خلاص. طيب يبقى عندنا حماده وايه ونوسه. حماده ونوسه دلوقتي خلصوا الدرس بتاعهم وطلعوا كده ايه يتمشوا على البحر واحده واحده وايه، وجابوا جلاتي وذره وظبطوا حالتهم والدنيا تمام، وماشيين مع بعض ماسكين في ايد بعض جامد. ماسكين فين؟ في ايد بعض جامد. تمام. يبقى وهم ماسكين في ايد بعض كده جامد، في مسافه ما بينهم ولا مفيش؟ لا مفيش. بص المسافه ما بينهم قريبه جدا، صح كده؟ يبقى قوه الترابط ما بينهم قويه. يبقى عشان هم ماسكين في بعض جامد يبقى قوه الترابط ايه؟ قويه. خلاص. يبقى بص هنا هنمثل احنا الماده دي بالاثنين المرتبطين اللي هم حماده ونوسه. خلاص. يبقى عندنا هنا اهو بص دول ماسكين في بعض جامد ازاي، كل واحده ماسكه في ايد الثانيه جامد. هل ما بينهم، بص قال لي قوه الترابط اهو، القوه اللي ما بينهم اهي قويه جدا، كبيره كبيره جدا. خلاص. زي ما قلت لك ماسكين في ايد بعض جامد كده، فمعنى كده ان قوه الترابط ما بينهم كبيره. طب هل المسافات البينيه، قلت لك اهو هم ماشيين على البحر مع بعض ماسكين في ايد بعض، هل ما بينهم مسافه؟ قلت لك لا، يبقى المسافه ما بينهم ايه؟ صغيره جدا. بص اهو ده الشكل بتاعها، كلهم ماسكين في ايد بعض. خلاص. تعال نخش على تاني واحده وهي الماده السائله. بص هتحس ان في ايه، بدا يبقى عندي اهو، بدا يبقى عندي بص فراغات اهي صغيره بدات تبان اهي، بص بعاد عن بعض شويه، مش بعاد قوي بس بعاد عن بعض شويه. كل الاحمر اللي انا عملته لك ده بص كل دي مسافات موجوده ما بينهم. يبقى قوه الترابط خلاص هم ايه، خلصوا المشي على البحر وهوب يلا قفشته هوب اتخانقوا. تمام. بعد ما اتخانقوا بداوا ان هم ايه يبعدوا عن بعض. خلاص. يبقى لما بعدوا عن بعض شويه المسافات البينيه اللي ما بينهم زادت، صح كده؟ وكمان قوه الترابط ايه اللي حصل لها؟ قلت. ما كانوا ماسكين في بعض جامد، اتخانقوا فبعدوا عن بعض شويه، صح؟ يبقى لما بعدوا عن بعض شويه يبقى قوه الترابط دي ايه اللي حصل لها؟ قلت والمسافات زادت. بس عندي في الماده اهو السائله قوه الترابط بتاعتها متوسطه، مش جامده قوي. خلاص. متخانقين مع بعض، اتفقنا؟ ونفس الكلام في المسافات البينيه، المسافات البينيه برضو بينهم متوسطه. حلو. تعال نخش على ثالث ماده عندي وهي الغازيه. الماده الغازيه، بص المسافات هوبا وقعدت، بص 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 كل واحده فيهم رايحه في اتجاه شكل ملهاش دعوه بالثانيه. كل واحده بص رايحه في اتجاه ملهاش دعوه بالجزء الثاني. خلاص. هنا بقى ايه اللي حصل؟ حماده ونوسه خلاص بقى هي بعد ما بدات تسيب ايده سابته ومشيت خالص، بعدت عنه خالص. تمام. يبقى بعد ما بعدت عنه خالص يبقى بص هل القوه الترابط دي بقت موجوده؟ لا، ده بعدوا عن بعض خالص، يبقى قوه الترابط بعدت خالص، يبقى اصبحت قوه الترابط ما بينهم صغيره. وكمان بيقول لك تكاد تكون منعدمه، يعني مش موجوده اصلا. تكاد تكون منعدمه يعني مش موجوده اصلا. طب بص كده لما بعدوا عن بعض خلاص مفيش قوه ماسكاهم مع بعض، يبقى المسافات البينيه ايه اللي هيحصل لها؟ هتبقى كبيره اهي. يبقى قال لك هنا المسافات البينيه هتكون كبيره جدا. خلاص. اتفهمت الجزئيه دي عشان دي الاساس اللي هنبني عليه حاجات كتير لقدام. ركز معايا ما تسرحش، الله يكرمك ركز معايا. يلا بينا حبايب قلبي نكمل. تمام. بص خلاص الحته دي اتفهمت. طب يا مستر انت برضه عمال تكلمني عن ماده صلبه وقوه ترابط ومسافات بينيه، انا عرفت ازاي الكلام ده كله مستر؟ تعالى بقى انا اقول لك عرفنا ازاي الكلام ده كله. عندك انا مستر احمد، انت عارف بقى طبعا ايه الواحد بقى مقام ومش عارف، بس انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. خلاص. عندنا احنا كعلماء قاعدين مع بعض في قهوه علماء كده، كل واحد قاعد بيتناقش ويخترع له نظريه وبتاع. فجالنا عالم عمل لنا ميكروسكوب. العالم ده اسمه روبن هوك. روبن هوك. طب يا عم روبن هوك انت عملت لنا ايه؟ يعني تكشف لنا ايه يعني بالميكروسكوب ده؟ قال لي والله انا هعرف عن طريق الميكروسكوب ده المسافات البينيه وقوه الترابط. يبقى هو يعتبر هو اللي اول واحد عرف لنا ايه هي قوه الترابط والمسافات البينيه ما بين كل ماده. عرف لنا كمان كل ماده فيهم ايه الشكل والحجم بتوعها، الشكل والحجم بتوعها تحت الميكروسكوب. خلاص. طيب قلت له طب يا عم روبن هوك ما تقول لي كده عرفني عشان عايز اعرف الطلبه بتاعتي. قال لي بص يا مستر احمد والله، قال لي ان الماده الصلبه خلاص وليكن زي يا مستر احمد قطعه حديد،
قطعه ايه؟ الحديد. اي قطعه حديد عندك، قطعه الحديد دي لما بتجيبها بتلاقيها صلبه وماسكه في نفسها جامد، وبتلاقي الشكل بتاعها. هل بتقدر انت تعمل فيها حاجه؟ لا، هي ثابته. يبقى قال لي يا مستر احمد والله ان الماده الصلبه الشكل بتاعها ثابت، الشكل بتاعها ثابت. خلاص، الشكل بتاعها ثابت. وقال لي كمان ان الماده الصلبه مهما غيرت في مكانها ولا حطيتها في اي حاجه برضه حجمها بيفضل ثابت. يبقى الشكل والحجم اهو الاتنين ثابتين. خلاص، الاتنين ايه؟ ثابتين. طب قلت له يا عم روبن هوك بالنسبه للماده السائله، قال لي والله يا مستر احمد انا هكلمك عن الماده السائله. قال لي الماده السائله ملهاش شكل ثابت، الشكل بتاعها مش ثابت. قلت له ازاي يا عم روبن هوك؟ قال لي دلوقتي يا مستر احمد هات كوبايه ميه وحط فيها شويه الميه، كوبايه الميه مدوره، فالميه هتاخد شكل الكوبايه اللي هي محطوطه فيها. طب هات كوبايه تانية مربعه، هتلاقي الميه عملت شكل مربع، يبقى شكلها مش ثابت. بس الحجم بتاعها يا مستر احمد ثابت. ازاي الحجم بتاعها؟ قال لي والله هات نفس الكوبايتين، حط هنا حبه ميه وشيلهم من هنا حطهم هنا، هتلاقي لو وزنتهم او جيت تشوف المقدار بتاعهم هتلاقي اللي هنا هم اللي قد هنا، ولا هيقلوا ولا هيزيدوا. يبقى الحجم بتاعها ثابت ولكن الشكل مش ثابت، الشكل بيتغير على حسب الحاجه اللي هي محطوطه فيه. خلاص؟ طيب قلت له طب يا عم روبن هوك الماده الغازيه، قال لي والله بقى دي على حالتها خالص، ولا ليها شكل ثابت ولا ليها حجم ثابت. خلاص، لان الماده الغازيه زي ما قلت لك زي الهواء اللي احنا بنتنفسه. تمام؟ هل الهواء ليه شكل؟ ملوش شكل، ده حوالينا في كل حته، جزيئات طايره في كل حته. خلاص، وهل ليه حجم؟ قال لي لا برضه ما اقدرش اقيس الحجم بتاعه. خلاص، يبقى كده انا عرفت كل حاجه عن الثلاث مواد الاساسيين اللي موجودين في حياتنا، الماده الصلبه والسائله والغازيه. خلاص كده يا حبايبي، يبقى انا عرفت كل حاجه عن الماده وعن الشكل بتاعها وعن انواعها وحالاتها. خلاص. طب انا يا عم روبن هوك عندي برضو سؤال. قال لي يا مستر احمد انا زهقت من اسئلتك. قلت له معلش اخر سؤال عشان افهم حبايبي. قال لي ايه هو السؤال؟ قلت له انا اقدر احول من صوره لاخرى، يعني انا احول الماده الصلبه لماده سائله والماده سائله لماده صلبه. قال لي مستر تعرف. قلت له طب ازاي؟ قال لي الحاجه دي هتعملها عن طريق عمليتين. ايه هما العمليتين يا مستر؟ قال لي اول حاجه فقد حراره، فقد حراره، والثانيه بسميها اكتساب حراره. يبقى واحده بفقد وواحده بكتسب. خلاص. طب تعالى كده عندي الحاله اللي بقول بيها انا بفقد حراره بسميها تبريد، بسميها تبريد. اما الحاله اللي بكتسب فيها حراره بسميها تسخين. يبقى تبريد في حاله الفقد وتسخين في حالة الاكتساب بتاع الحرارة. خلاص. تعالى كده واحدة واحدة. يبقى أنا عندي التحويل ما بين الحالات أهو متجمعين في الأربع حاجات دول، أربع كلمات. فقد أربطها على طول بتبريد، اكتساب أربطها على طول بالتسخين. خلاص. تعالى واحدة واحدة. أنا عايز أحول بقى المواد اللي قدامي دي. تعالى يا معلم. قال لي أول حاجة من الحالة الصلبة للحالة السائلة. ايه حاله صلبه حولتها لسائله؟ مكعب التلج اللي عندك، جبت تلجه انت من الثلاجه وطلعتها بره الفريزر. خلاص. عامه ما عنديش حاجه اسمها فريزر، هو اسمه مبرد، ما عنديش حاجه اسمها فريزر، اسمه مبرد. خلاص. يبقى الحاله الصلبه اهو جبت حته التلج وسبتها انا شويه، ايه اللي بيحصل فيها؟ بتتحول من الحاله الصلبه الجامده بتاعتها لحاله سائله، صح؟ طيب الحاله الصلبه لحاله سائله، يبقى كده هو حصل له ايه؟ ايه اللي حصل عشان يتحول من حاله صلبه لحاله سائله؟ قال لي عمل حاجه اسمها اكتساب، اكتسب حراره. خلاص. اكتسب حراره. وانا قلت لك اول ما تسمع كلمه اكتساب تقول لي على طول ان دي حصل لها عمليه تسخين، عمليه تسخين. اكتسب حراره يعني جات له حراره. انت لما بتطلع التلج من المبرد اللي عندك وبتسيبه بره، درجه الحراره اللي بره بتبقى عاليه جدا، بتبقى زي الحر اللي احنا فيه دلوقتي. خلاص. يبقى الحر دوت بيخليه ياخد حراره، يبقى اكتسب حراره، يبقى حصل له تسخين. تمام. خلاص يا شباب كده اتفقنا، فهمنا كل حاجه. انا بديك اخر حته في ايه؟ في المواد ديت. قال لي هنا اي سؤال يجي هنا يقول لي ليه الحاله الصلبه وليكن زي حته التلج لما عملت لها اكتساب للحراره اتحولت لحاله سائله؟ تمام. قال لي والله بص تعالى افهمك واحده واحده. انا قلت لك حصل لها اكتساب حراره،
انا قلت الحاله الصلبه ديت اهي بتبقى الجزيئات بتاعتها ماسكه في بعض جامد، صح؟ مش شفناها كلها ايه؟ ماسكه في بعض جامد. المسافات البينيه وقوه الترابط ما بينهم ماسكين في بعض، صح؟ يبقى انا لما جيت اديتهم حراره اكتسبوا حراره، المسافات دي بتبدا تزيد. خلاص؟ بتبدا تزيد، بيبداوا يتفككوا عن بعض زي حماده ونوسه. تمام؟ فكل ما يتفككوا عن بعض بتتحول من صوره لاخرى. يبقى لما يجي يقول لك ليه لما بدي للتلج شويه حراره بيتحول لماده سائله اللي هي الميه، تقول له بسبب ان المسافات البينيه وقوه الترابط ما بين الجزيئات والذرات بتاعتها اصبحت ضعيفه او متوسطه. خلاص؟ يبقى اي سؤال في الحته دي يقول لك اتحولت ماده كذا لماده كذا، تكلموا على طول عن الحاجتين اللي هم قوه الترابط والمسافات البينيه. كده يبقى انا قفلت معاك الحته بتاعت صور الماده اللي هم الثلاث حالات. تعال نخش على جزئيه جديده. بص هنا بيقول لي ايه؟ الخواص الفيزيائيه والكيميائيه للماده. الخواص الفيزيائيه والكيميائيه للماده. انا عندي في العلوم بدرس فيزياء وكيمياء، خلاص؟ بدرس حاجات ليها علاقه بالفيزياء وحاجات ليها علاقه بالكيمياء. يبقى انا وانا بدرس يبقى لازم اعرف كل ماده الخصائص بتاعتها ايه. تمام؟ طيب تعالى نمسك واحده واحده فيهم. قال لي اول حاجه همسك الخواص الفيزيائيه. تمام؟ زي ايه مثلا؟ قال لي اهو زي ادي اللون، دي خواص فيزيائيه. زي الملمس خواص فيزيائيه. توصيل الحراره والكهرباء خواص فيزيائيه. الكثافه دي هنعرفها بعدين خواص فيزيائيه. درجه حرارتها برضه نفس الكلام. القابليه للمغناطيسيه يعني زي المغناطيس، هل بتلزق في المغناطيس لو قربتها للمغناطيس ولا بعدتها؟ هتلزق فيه ولا هتبعد عنه؟ تمام؟ كل ديت خواص فيزيائيه. انا هل اقدر اغير فيها؟ لا، دي هي ثابته لكل عنصر ولكل ماده، كل ماده ليها خواص فيزيائيه خاصه بيها. بص التعريف بتاعها مهم جدا، بيقول لي هي التغيرات التي تطرأ على الماده. تطرأ يعني تحدث. تمام؟ التغيرات التي تحدث على الماده في الحراره وحجم وشكل الماده، بس ما انتجتش دون ان تنتج ماده اخرى، يعني ما طلعتليش حاجه ثانيه غير اللي موجوده. لا والله هي ميه، فضلت ميه بس غيرت لي لونها، غيرت لي مش عارف، نفس الكلام ده. خلاص؟ طيب يبقى دون ان تنتج عنها، خلي بالك من كلمه دون دي عشان خبيثه جدا، خبيثه جدا. يبقى دون ان تنتج عنها ماده جديده تسمى تغيرات ايه؟ قلنا فيزيائيه. لما تديني مثال يا مستر، اديك مثال يا حبيب قلبي من عينيا. قلنا زي التلج. خلاص؟ قلنا زي التلج ده لما يتحول لميه. تمام؟ زي لما النور بيقطع بتولع شمعه. بتولع ايه؟ شمعه. مع الوقت لو انت بتديها اكتساب حراره، مش الشمعه ديت بتبقى جامده في الاول، اول ما بتولعها بتبدا ايه؟ تسيح من تحت، بتتحول الى حد ما شبه الماده السائله، صح كده؟ يبقى الشمعه ديت بتتحول الى سائل شمعي. هل انا وانا بغير الشمعه دي غيرت في التركيب بتاعها؟ لا، انا ما غيرتش في التركيب، انا غيرت شكلها، غيرت ملمسها، لكن ما غيرتش التركيب بتاعها. طيب تعالى بص بقى للخواص الكيميائيه، النوع الثاني نفس الكلام. كل ماده عندنا ليها خواص كيميائيه خاصه بيها. تمام؟ زي ايه مثلا؟ هل هي بتشتعل ولا لا؟ بتتحرق ولا لا؟ هل هي بتتحول لصدى ولا لا؟ الصدى بتاع الحديد لما بنسيب الحديد دوت مش بيبقى فيه لون كده زي احمر، حاجه مصديه؟ تمام؟ ده برضو من الخواص الكيميائيه. بص بقى الفرق بين اللي فوقيها، بيقول لي هنا هي التغيرات التي تطرأ. قلنا تطرأ يعني تحدث على الماده وينتج عنها ماده جديده خالص. زي قلت لك الصدأ بتاع الحديد، انت عندك حته حديد سبتها اسبوع 10 ايام في الهواء، هوب رجعت مره واحده لقيتها ايه؟ في حاجه مصديه عليها. الحاجه المصديه دي ماده جديده اصلا، يعني ده مش الحديد، دي ماده جديده انتجها يعني دي حصلت بسبب ايه؟ بسبب ان انت عندك حصل حاجه اسمها تفاعل. خلاص؟ زي ما انا قلت لك اهو، جبت حته الحديد سبتها في الهواء، فالسطح بتاع الحديد ده تمام حصل معاه تفاعل مع الاكسجين اللي موجود في الهواء. كل الكلام ده هنفهمه قدام ان شاء الله. يبقى حصل معاه تفاعل مع الاكسجين، تمام؟ فحوله لماده ثانيه خالص اللي هو الماده البني اللي هو احنا بنقول عليه ايه؟ ماده مصديه. خلاص؟ يبقى تعالى شوفي كده التعريف: التغيرات التي تطرأ على الماده وينتج عنها ماده جديده دون التغيير في تركيب الماده. تمام؟ انا ما غيرتش في تركيب الماده.
يبقى هو هنا بيقول لي دي تغيرات كيميائيه. تمام؟ يبقى كل ماده عندي في العلوم ليها خواص فيزيائيه خاصه وليها خواص كيميائيه خاصه بيها. هنا ما بيحصلش تغيير في التركيب، بيحصل فيه اللون، الملمس، القابليه للمغناطيسيه زي ما قلت لك الامثله. اما الكيميائيه بيحصل تغيير في التركيب بتاعها. بيحصل ايه؟ تغيير في التركيب بتاعها، بيحولها من ماده لماده تانية خالص مالهاش علاقه بالماده الاساسيه. اتفقنا؟ تعال نخش بقى على اخر جزئيه معايا في الكورس التمهيدي. عندنا في العلوم حاجه اسمها مخلوط وحاجه اسمها مركب. حاجه اسمها مخلوط وحاجه اسمها مركب. تعالى كده واحده واحده نمسك كل واحد فيهم. قال لي المخلوط بيتكون من مادتين او اكثر غير متحدين كيميائيا. يعني ايه يا مستر غير متحدين كيميائيا؟ تعالى اقول لك. انا دلوقتي عايز اعمل طبق سلطه، خلاص قاعدين هنتغدى وعايزين نعمل طبق سلطه، فجبت شويه طماطم على شويه جزر على شويه خيار على شويه خضره وقطعت كل دوت وحطيتهم على بعض. تمام كده؟ انا عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها مخلوط، خلطت الحاجات دي كلها ببعضها. تمام؟ هتيجي هتقول لي يا مستر طب ما انا لما بحط الميه على العصير ما انا كده بعمل مخلوط. اقول لك لا، انت كده غيرت في حاجه تانية هنقولها كمان شويه. تمام؟ يبقى المخلوط دوت من مميزات المخلوط ان انا اقدر افصل المكونات بتاعته. يعني انت دلوقتي لما عملت طبق السلطه مش هتعرف وانت بتاكل تطلع الطماطم لوحدها، تطلع الخيار لوحده، تطلع الجزر لوحده، بقى انهم كلهم في طبق واحد، صح؟ هقدر اعمل كده. يبقى ده اسمه مخلوط. يبقى طالما قدرت افصل المكونات بتاعته بدون تدخل كيميائي، خلاص يبقى انا كده حولته لحاجه اسمها المخلوط. اتفقنا؟ بص كده الخصائص بتاعته بيقول لي ايه فيها. قال لي اول خاصيه لا تتحد كيميائيا، يعني المواد ما بتدخلش في بعضها، دي هي كل ماده منفصله بس هم محطوطين مع بعض في حاجه واحده. طيب قال لي بص يمكن فصل المكونات بطرق فيزيائيه وكيميائيه، يعني اقدر افصلهم ببساطه جدا. قال لي بص كل رقم 3 كل واحد في الحاجات اللي انا حطيتها محتفظ بخواصه، يعني الطماطم لوحدها زي ما قلت لك، خيار لوحده، كل واحده محتفظه بالحاجه بتاعتها. اتفقنا؟ طيب تعالى بعد كده نخش على المركب. ايه بقى المركب يا مستر؟ ده اللي انت قلت عليه من شويه وانا بقول لك الامثله، قلت لي يا مستر ما انا ممكن احط عصير على ميه، ده كده انت عملت مركب. خلاص؟ قال لي برضو بيتكون من مادتين او اكثر، يبقى الاثنين بيتكونوا من مادتين او اكثر. بص الخدعه هنا فين؟ بص الخدعه هنا فين؟ الخدعه هنا في كلمه غير. هنا مفيش كلمه غير، ودول متحدين كيميائيا، دول غير متحدين كيميائيا. خلاص؟ طيب يبقى المركب هو بيتكون من مادتين او اكثر غير متحدين كيميائيا. اما المخلوط المخلوط غير متحدين كيميائيا، اما المركب بيكونوا متحدين كيميائيا. بص الخواص بتاعته. اول واحده تتحد مكوناته كيميائيا، كل المكونات بتاعته بتتحد مع بعض. تاني حاجه تختلف خواص المركب عن خواص مكوناته، يعني الخواص اللي كانت داخله، تمام، الحاجات اللي انا حطيتها غير الحاجات اللي انا طلعتها. طب ما تديني مثال يا مستر؟ قلت لك نفس المثال اللي من شويه، صدأ الحديد. صدأ الحديد، يعني الحديد لما بيصدي، مش انا دخلت ماده اللي هي الحديد الخام طلع لي ماده تانية اللي انا قلت لك الصدى ده، الصدى ده يعتبر ماده تانية خالص. اتفقنا؟ كده فهمنا يعني ايه الفرق ما بين المخلوط والمركب. طيب كده دي النهارده اول حصه، يعتبر مش حصه، يعتبر انا ايه فهمتك الاساسيات بتاعه الماده، فهمتك احنا هنمشي ازاي، فهمتك مادتنا ماشيه ازاي، هناخد فيها ايه، حاجات بسيطه كده هتنفعنا قدام. ركز فيها كويس قوي 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 قوي، لان الحاجات دي اللي هتخليك تفرق عن اللي قاعد جنبك في الفصل. تمام؟ باذن الله باذن الله هنزل لك الحصص كلها مجانا على اليوتيوب. تمام؟ كل الحصص دي هتنزل على اليوتيوب زي ما قلت لك في اول الحصه، هنزل لك شرح وحل اسئله وحل كتب خارجيه وحل كمان مستويات عليا. تابع انت بس صفحه الفيسبوك اللي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، وتابع صفحه اليوتيوب كويس قوي اللي هتنزل عليها على طول كل حاجه، هينزل عليها اول باول الفيديوهات، وهديك كمان الميعاد الفيديوهات هتنزل امتى وهتنزل الساعه كام، وكل حاجه هتبقى متاحه معاك. واي حاجه تقف معاك في اي وقت، معاك التعليقات اكتب فيها، معاك صفحه الفيس ابعت لي على الرسائل هتلاقيني انا نفسي برد عليك. تمام؟ وان شاء الله ان شاء الله مش هسيبك لغايه ما تخش الامتحان وتطلع تقول لي مستر انا 100 100. تمام؟ ان شاء الله كده الماده تبقى لذيذه معانا، وما تخافوش من حاجه، انا معاكم لحد الاخر، واتمنى تكونوا انتوا استفدتوا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.